تخيل الفيو بتاعك اللي قدامك ده على اكبر حديقه مركزيه موجوده في قلب الحي المالي. ده الفيو بتاعك من مكتبك في العاصمه الاداريه، قطعه رقم A1 مساحه 9100 متر جنب البنك المركزي وبنك مصر والبنك الزراعي، في لوكيشن مهم جدا في العاصمه الاداريه. النهارده الشركه بتطرح مشروع مهم قوي واميز قطعه ارض موجوده في الحي المالي، قطعه A1 على اكبر حديقه مركزيه موجوده قدام حضراتكم في الحي المالي. ليه انا اشتري في الحي المالي؟ رقم واحد، انا عندي سهوله الوصول، انا قريب جدا من محطه المونوريل ومحطه LRT، وقريب جدا من منطقه الحافلات المركزيه اللي هتبقى اكبر منطقه موقف اتوبيس موجود عندك في العاصمه الاداريه على مساحه 17 فدان، وده بيوصل معاك لكل المحافظات وداخلي في القاهره وفي الجيزه. رقم اثنين، عامل الندره، انا بشتري في مكان مش هيكرر تاني، انا في قلب منطقه الوزارات ومنطقه البنوك والقصر الرئاسي ومبنى رئاسه الوزراء. انت في لوكيشن مهم جدا مش هيكرر تاني، ولا في المرحله الثانيه ولا في المرحله الثالثه، انت في لوكيشن رقم واحد في العاصمه الاداريه في قلب منطقه الحي المالي. رقم ثلاثة، انت عندك سهوله التشغيل او سرعه التشغيل في الحي المالي. ليه؟ انت في مكان دلوقتي شغال من النهارده، انا هسلمك بعد 3 سنين، فانت ضامن الايجار بتاعك من اول يوم بتتعاقد فيه معايا من النهارده. بعد 3 سنين انت ضامن اعلى سعر متر ايجار موجود في الحي المالي، وممكن يوصل معاك ل 3000 جنيه في المتر. تخيل معايا اشتريت مكتب 40 متر، يعني اجرت المكتب بتاعك ب 120000 جنيه في الشهر، عشان خاطر انت في لوكيشن مش هيتكرر تاني في الحي المالي، وهيبقى عليه عامل الندره الموجوده زي ما قلت لحضراتكم موجوده في الحي المالي. رقم 4، الشركه اتعاقدت مع شركه اداره وتشغيل اسمها نماء، هي المسؤوله وملزمه بعقد رسمي ما بين الشركه وما بين شركه نماء ان هي تاجر لك الوحده بتاعتك بعد الاستلام، فانت ضامن الايجار بتاعك، ضامن اعلى سعر متر ايجار، وفي نفس الوقت انت في لوكيشن مش هيتكرر تاني على مساحه 9100 متر ارضي وسبع ادوار. مساحات بتبدا معايا من اول 37 متر. الحصر النهارده مع شركه الاهرام انت تقدر تدفع 250000 مقدم وتوصل اقساط معاك لحد 10 سنين. كان معاكم شنوده بدر CEO شركه الاهرام. كلمنا دلوقتي وسجل بياناتك، وفريق المبيعات هيتواصل معاك ويشرح لك كل التفاصيل.